جحا المصري شايفينه، ده حمار اللي انتوا عارفينه. ادي جحا المصري شايفينه، ده حمار اللي انتوا عارفينه. جاي وضحكته في شفايفينه، سابقه وحبايبه وزفينه. هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا، هلت انواره يا جحا انت وحماره يا جحا. من نارنا ونارا يا جحا، هزلك وهزار يا جحا. ده بتاعنا وما احناش سالفينه. احيا جحا وتحيا سفينه. ايه يا جحا؟ انت عايزهم يلزقولي ولا ايه؟ ما هم هيلزقونك هيلزقوني. مسامح بيقول لك اصلين في يومين. امال ايه يا بتاع درجك؟ ده ولا سنتين. سنتين؟ الله، مش انتوا عايزين قصرين عليهم القيمه يليقوا بجوز امه وام جوزه؟ لازم، ده عايز وقت. مهندسين رايحين، مهندسين جايين، بنايين طالعين، بنايين نازلين. انا ماليش دعوه، انا عايز القصر بتاعي في يومين. طيب اللي يجيب لكم القصرين في ساعتين تديله ايه؟ امشي قدامنا يا راجل. هنعتقك. يلا هنوريك، هنشوف هيحصل لك ايه. بحضر اخيرا، بحضر وصلنا يا بحضر. ايوه وصلنا، بس بعد ما كسرنا خالص. بص بقى لما اقول لك، انا بديلك اخر فرصه في حياتك عشان تقرلي وتعترف على مكان البنت والواد اللي معاها. هتقرلي وتعترف وتقول الحقيقه، والا هسيبك لكلاب الوالي يقطعوك حتت ويقرروك غصب عنك. لا هقول. ايوه
عايزك تعال كده وتقول فين البت والواد اللي معاها. ايوه، وتحترف كمان في الاول. انت مين؟ عشان احسس ان انا عارف. حاضر هقول. حلو قوي، قول بقى. لا قال لك القل وتعب السنة ده انا هكسر دماغك. خلاص هقول بس قدام الوالي. هقول انا مين وقمر راحت فين، بس لازم قدام الوالي عشان يديني اللمله دي عينيا. سمعتها ده بيضحك علينا. طب قدامي هسوقك هناك، وحوش الوالي هيكسروك يقطعوك حتت، واللي وراك دول هيشنقوهم على الحبال واحد. يعني انتوا دلوقتي عايزين اجي معاكم عند الوالي واعترف قدامه بكل حاجه؟ قدامي. خلاص حصلوني. سمعتها. اجري. اتفضل. ايه بقى رأي جنابكم؟ حلو قوي ده، انا عجبني ده، انا عايز ده. انا اللي عايزه بقى ومش هتنازل عنه. جرايه مين؟ انا قلتها قبل منك، عيب. من غير خناق يا عمرة، مولاي الامير سمك هياخد القصر ده. انت لك عندي واحد تاني انقح. حرس استلم قصري. لا ده قصري. يا بختك قصري. يا بختك يا شولح، ابن مرات السلطان خد قصرك. لا حرام. ايه ده، هو زعلان ولا ايه؟ لا ده فرحان، هو بيفرح بالشكل ده. واسمح لي يا مولاي الامير، انا اتقدم باسم السيد شولح واديك القصر ده هدية متواضعة مني ليك. لا انت كده حكمت عليا بالاعدام. وارجوك يا مولاي تقبل عمره كمان هدية متواضعة. حمود قلبي. افرح يا شولح وخش فضي القصر. ليه يا مولاي يفضل القصر ليه؟ كل اللي في القصر ملك يمينك عشان عيون امك مرات السلطان. شهيبر. مين؟ انا قمر. انتي قمر يا بنت؟ قمر بجد؟ والله العظيم قمر. يعني انتي يا بنت خلاص جيتي ورجعتي؟ ما انا قدامك اهو يا عناب. طب كويس، يعني خلاص رجعتي. طب فين ابني بقى شهيبر؟ فين يا قمر؟ هو انت يعني ما تعرفيش ابنك فين؟ يا مصيبتي، انتي بتسأليني يا بنت؟ انتي بتسأليني؟ الحقوني يا ناس. وطي صوتك يا عنابه. تخرجي من واد وترجعي من غيره وتقولي لي وطي صوتك. ودينا في داهيه، بقول لك وطي صوتك. داهيه واحده يا بنت، ده انا هوديكي في 60 داهيه. ابني فين يا بنت مستيكه؟ انت بس لو تسكتي وتسيبيني اسال. يعني انت ما سمعتيش انهم مسكوه؟ مسكوه؟ يعني لا، انا كنت بسال يعني، بس قلت يمكن يعني سمعتي حاجه من جحا ولا حاجه. جحا فين جحا؟ هو جحا دريان بالدنيا ولا دريان باللي حواليه؟ كفايه اللي هو فيه. بنت انت ما تلفيش بيا وتدوري يا بنت. انت خرجتي والواد معاكي صح؟ راجعه من غير الواد. ابني فين يا بنت؟ انطقي يا بنت، ابني فين؟ مات؟ لا يا عنابه، لا ما ماتش، بس هتلاقيهم مسكوه. العسكر مسكوه. العسكر مسكوه؟ العسكر يعني جحا؟ يعني جحا حبس ابني ومخبي عليا؟ ما انت جيت هنا قبل كده كذا مره وبتناقش القشره بتاعتك مش موجوده. استني يا ابو جهاش. استني ايه بس؟ ايه ده؟ الظاهر مفيش حد هنا. صحيح، مرعوا فين؟ ده المنصر شغله بالليل. وعايزين المنصر ليه يا ضنايا؟ ودي تطلع مين؟ انت اللي مين؟ ومين اللي زقت علينا؟ دي الست ابو غاشي وجايه تقابل شيخ المنصر. تقابليه؟ انا جايه اقابله بجد ومش بهزر. قوي يا عينيا. بقول لك ايه، تقف بسلاحك على باب المغاره لحد ما يجيلها شيخ المنصر، لا حد يدخل ولا حد يخرج. يلا من عناية معجورة. من عناية معجورة. ابو غاشة، يظهر ان احنا ضيعنا يا ابو غاشة. اثبت يا واد، ولا دعنا ولا بتاع. كلمة زيادة يا ابو العز، والامير هيخليك عرباجي يكرر بدل ما انت شهبندر. لص حقير. بيشتم مين الولد ده؟ انا بشم جحا، مالكش دعوة انت يا امير. اما انك جبان صحيح، ومين اللي خد القصر منك، انا ولا هو؟
واسمح لي يا مولاي الامير يمك ان اتقدم باسم الشهبندر واهديك اجمل اصول الخمسه. بص ولا همسه. فضوا القصر بسرعه. وكل ما في القصر من جواري او عبيد او ذهب مخزون ملك يمينك، عشان خاطر عيون الست مراتك ام السلطان قمر الدين المتين اعزه الله. امين. عاش مولانا الامير يمك. عاش مولانا الامير يمك. انت قلت حاجه؟ عاش الامير يمك. والان يا امير اتفضل وادخل برجلك اليمين. ما قتلتك يا جحا. معلم طلع معلم الواد جحا ده يا محبوح، كسر مناخيرهم. تفتكر سيدي انا هيجروا على السلطان؟ يا ابني انا معايا سمك. ويامك سيدي انا. العسكري معطل وزميله طالبين المقابله ومعاهم اسير يا مولاي. اسير؟ معقول يكون السلطان الهربان؟ دخلوهم. دخلوه. تعبنا يا مولاي، كانت مهمة عسيرة. شقة وجوع وعذاب. هاتوا من الاخر. مسكتوه؟ مسكناه يا مولاي. السلطان يا معطل؟ لا السلطان ولا الوالي. مولاي كلفني بالعيل اللي هيجيب رجل الوالي بس. هو فين العيل ده بقى؟ احنا مسكنا بقى الراجل اللي كان مع البنت اللي سرقت العيل. وساب البنت اللي معاها العيل ابن الوالي يهربوا يا مولاي. ايه يا محلق فوق، اخلص منك له. بقول لك ايه، ما تصدقش حد فيهم، الاتنين دول ملاحيس اساسا. هو ده. سيبوه. تعال هنا يا ولد. هو انت ازاي تشغل عندك اتنين زي دول يا عم؟ يا عم جناب الوالي يتقال له يا عم؟ عم في عينك، انت مش متربي، انت صعلوك. ده سيدي انا. يا سيدي انا مالي، انا عايز اروح لابويا الشيخ حباطه الفقي، زمانه دلوقتي قاعد في التراب محتاس. وبعدين يا اخوانا حرام عليكم، اليومين دول موسم، حرام عليكم. على طول كده مش صعبك، ما تاخدش منه رجل. بس يا مولاي كان اعترف الولد ده وكان هيقر على مكان البنت والولد. بنت ايه يا عم؟ مش انا قلت ماليش في الحاجات دي؟ خلاص يا مولاي ناخده على دار الشرطة، وهناك عندنا 1000 طريقة تخليه يقر. والله انا مستغرب، يعني انتوا كلكم كده عاملين الهيصه دي كلها عشان حته عيل؟ هو انتوا هايفين للدرجه دي؟ السلطان قمر الدين يا مولاي. ده كلام يا وحش مر. مولاي يا سلطان المعظم. طب اروح انا عشان القعده شكلها لمت قوي. مين الكناسه ده؟ ده يا مولاي اللي هيوصلنا للوالي. طب والسلطان اللي كان في ولايتك سبته ليه؟ ما هو عدى لولايه تانية يا مولاي. وكنت فين قبلها؟ بصاص السلطنه قال ان ما كانش يهمك اي حاجه. وده كلام برضه يا مولاي. طب ده انا بعت وراهم ميات. غوروا انتم. يلا غوروا. يا مولاي ده اللي هيوصلنا للوالي لانه عارف مكان ابنه. ايه ده؟ انت كمان هتكذب زيهم؟ اخلص يا ولد انت. وما دام عارف مكان ابنه نقدر نجيبه، وساعتها ابوه هيظهر ويبان. انا ماليش دعوه بالوالي، انا عايز السلطان اللي عمال يبرطع في السلطنه ولا حد همه. ايوه هم يا قمر، يبقى جابوا شحيبر هنا عشان يحبسوه. معقوله يا جحا يوصل بيك الحل الدرجات دي؟ قمر شفت صاحبك يا عم ابو السعد؟ شفت يا عم حمامه جحا؟ عمل ايه جحا بس يا قمر؟ العسكر سلموا له شحيبر وحبسوا. ايه يحبس ابنه وتقول لي نبلغه؟ لا بعدين المنصر يكونوا ذبحوا ابو غاشا حمامه، ده هو اللي يتخاف منه دلوقتي مش هم. طب يحبس ابنه بس ليه يا قمر؟ عشان هو نبي، وعشان احنا عايشين في زمن عندلي يا عم حمامه. الواد لازم اشوف للواد مكان. ايه اللي بيحصل دوت؟ وصل البيت تحبس ابنك يا جحا؟ الكلام ده لو صح انا اقتلك بايديا دي. جحا بقى عدونا نمره 1 يا حمامه. يا ريتنا طلعنا الجبل مع ابو غاشا. الامل بقى في المنصر دلوقتي يا بلد.
انا حاسس ان انا عارف الواد اللئيم ده. يا بحلق خلينا في اللي احنا فيه. انا مش شايف ولا عسكري في الدرك. ما يمكن كلهم هربوا ورا شر. الله، امال الوالي قال نقدم نفسنا لمين؟ وانا بحلق ما يكونش الوالي قصده ان انا اللي امسك الدرك، ابقى مقدم الدرك، اربي عسكر على مزاجي من جديد، وابقى انا كبير الدرك. يا سلام من شطارتك قوي يا اخويا. ما تفكرنيش بندلتك قدام الوالي. يلا تعالوا، يلا تعالوا. اهو يا سيدي جنابك على شونه اهو جم. استعنا على الشعب بالله، الظاهر الليله دي ما فيهاش نوم كمان. هو مين المقدم دلوقتي يا زمل؟ انت اللي مين يا ابو قصه انت؟ انت ايه اللي جابك هنا منك له؟ مين؟ جوعة يخيبك ولابس لبس مقدم كمان؟ لا ده ملعوب من جوعة، ملعوب من ألاعيبه، بيلعب لعبة جديدة على مقدم الدرك اللي لسه احنا ما نعرفوش. يا مقدم، مين المقدم بتاعكم يا عسكر؟ ما هو واقف قدامك اهو يا حمار. ايه مين ده؟ فين ده؟ المقدم جوحة يا غبي. يا نهار اسود. اسود على دماغك يا بصاص الغبرة. طب ازاي؟ هربت ليه من الخدمة يا عسكري معيطل؟ ايه؟ انا ما هربتش يا جحا. اسمه المقدم جحا. هربت ورا شر المخبي غراب اللي كنت دراعه اليمين، مش كده؟ انا بحلم يا ناس. يا ودي كده لسه بتحلم؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ انت تخرس وانت تتكلم. هربت فين يا هارب؟ انا كنت ورا البنت اللي سرقت ابن الوالي اللي غاب. لقيتها؟ طلع خايب الرجا، بوظ المهمة وخلى رقبتنا قد سمسمة قدام جناب الوالي. يعني انت اللي طلعت فالح قوي يا بصاص الكلب. انتوا هتتخانقوا، اتقدم قدام المقدم. خلاص مادام طلعت خايب الرجعه وما عرفتش تجيبها يبقى ما تنفعوش في الدرك. تاخد البصاص ده وتغوره من وشي. يلا. ايه بس اوامر جناب الوالي ان احنا نسلم نفسنا لجنابك. هو قال لكم كده؟ طيب خلاص، رأفة بيكوا عشان بدل ما تمدوا ايديكوا انا هعينكوا هنا في الدرك خدام. احنا خدامينك وتحت رجليك، وتفضلوا هنا في الدرك، ما تخرجوش بره خالص. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. عسكري دقدوق، عمرك يا مقدم. تجمع عسكر الدرك بره عشان هقسم الدوريات الليله. عسكر الدرك اطلع بره. عسكري معيطل. افندم يا مقدم. اوعى تجيني يخطفوك تاني يا معيطل يهدى. عرفته. هو مين؟ دقدوق. يطلع مين؟ تشيل منه الشنب وتقلعه لبس العسكر يطلع برقوق الحرامي. ايه؟ حرامي؟ ايوه اصل معيطل انا البصاص يا حبيبي. ايوه انت معناته ايه يا بحلو؟ معناته ان انا لازم انزل دلوقتي البلد اشمشم واشوف ايه اللي بيحصل فيها، وانت تفضل هنا ما تتحركش. وايدي ديت اللي جت على طبلية الاعدام وقالت مستحيل ان انا اقتل جحا صاحبي وحبيبي، هي دي دلوقتي اللي بتقول لي ان انا ارجع سياف تاني واقطع رقبته وخلص الناس من شر. بصراحة بقى يا جماعة على قد ما هو صاحبي لكن يستاهل الموت. خاين العيش والملح. اخصى عليك يا جحا، اخصى عليك. يعني هي جد على جحا؟ ما تشوفوا سياده يا جماعة. والله على رأيك يا ابو لبدة، بس اذا كان على المماليك طول عمرهم مماليك واغراب وهمهم نابهم، إذا كان على قضيشهم من الأعيان طول عمرهم ما يهمهم غير كرشهم والدهب قناطير. لا يا اخوانا، جحا ده شيء تاني، ده قام وقف معانا، ده صاحبي وحبيبكم، وبعد ده مات عشاننا ورجع للحياة وعمل والي تاني ووقف قصادهم، واحنا وقفنا معاه قدام شر المخبي. يوم يجي دلوقتي يتقلب ويبيعنا وتوصل بينه ويحبس الواد شحيبر ابنه. يعني لو جحا مات يبقى خلاص. أنا بقول نروح نلحق ابو غاشا ونحط ايدينا في ايدينا ابو عابد والمنصر. محدش يا جماعه يعرف طريق المغاره. محدش يعرف يا ابو السعد.
يبقى نستنى لحد بغاشة ما ترجع ونعرف نيتهم من ناحيتنا ايه، ونحاصر بيت جحا. نحاصر بيت جحا؟ ايوه نحاصره ونخطفه ونحبسه في الجبل، وكده يبقى بعدنا عن شر نفسه وشرهم. خلاص يبقى نتجمع كلنا في الفجرية ونروح على باب بيته ونستناه نخطفه قبل ما يروح الضرب. افتح يا سيد شولع، انا عايزك في موضوع مهم. تعال لي هنا عشان اعرف انت مين. فعلوا القصاص، انا خدامك من زمان. قول لي بقى جحا بعتك عندي تعمل ايه؟ ولا سرقت مع العساكر المخزني؟ ولا سرقت مع اصحاب الدكاكين؟ ارجوك تفتح لي بس، عشان عايز اعرفك ايه اللي حصل هناك في البلد. ده انا عايز افيدك يا سيد شولع. ابنك امانه في رقبتك. ما انت هو هتمشي وتسيبيه. هعمل ايه؟ مضطره. لو وقعت في ايد جحا هياخدوا الواد مني. ايه يا بنتي يا قمر؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هتروحي فين يا بنت؟ هرجع للست اللي كنت بشتغل معاها ياما عشان خاطر زعبله عنابه. خدي بالك من امي. يا كبدي كده اهو، شايفه كده برضه يا عنابه؟ لا مش كده، ولا هيحصل ولا هيكون ابدا يا جحا. ايه يعني يا اختي لما يكلم الولي عن شحيبر؟ اكيد الولي هيعمل له خاطر. وحياه العيش والملح وحياه الندله وقله النخوه يا جحا، يا ترجع لي ابني يا جراسك. ان شاء الله روح للسلطان. اهي ايوه انت يا شباب. تعالي يا بنت، امسك. تعالي كده واختينا. تعالي تعالي خش جوه. هاي جنة كده يا ابو غاشا هتطيعيني معاكي. بتتحد بقى ولا انت؟ مش انت اللي قلت ان الشيخ المنصر هو اللي فرق البضاعه على الدكاكين؟ ايش عرفك ان هو؟ يعني هيكون مين غير بمخك النور ده؟ جايبه لكم من الاكل تطفحوا. اطفحي يا اختي انت وهو لحد ما يجيلكوا الكبير ويشوف مين اللي زقكوا علينا. ما تتكلمي كويس يا وليه انت. انت يا بنت يا طريه كلي وانت ساكته ما تنطقيش ولا كلمه. الرجاله وصلوا. يلا بسرعة. بقوا الحقنا. دندن ايه ده؟ انت معاهم يا ولد؟ وكمان بغاشة. بقول لك ايه، ودينا عند ابو عابد. ابو عابد مين؟ شيخ المنصر اتوسط لنا عنده، ربنا يرضى عليك. ابو عابد مات. مات؟ امال مين شيخ المنصر؟ اهو. غيروا بسرعه يا بابا، عايزين نخلص شغلنا قبل بتوع الفجر. انت ايه اللي جابك هنا يا ابو غاشا؟ طب انا بغاشا نخشى الرقاصه، انما انت مين؟ جحا المقدم ولا جحا شيخ المنصر؟ ولا جحا بتاع الحكاوي بتاعنا؟ ممكن تعرفوا قوي دلوقتي بعد ما مشيتوا في البلد كلها تجرسوني. ما احنا ما كناش نعرف بس جحا. الله، يعني احنا دلوقتي فاهمين حاجه ولا عارفين حاجه؟ ما هو اللي كان بيفرق البضاعه على الدكاكين، وهو برضه اللي اتشتم واتهزق يا ابو غاشا. انتوا مستنيين ايه؟ يلا نرسل الحراميه. يلا تحت امرك. يعني بالليل بتلبس لبس الحراميه وبالنهار لبس العسكر؟ فهمتيها بقى يا ام لسان طويل. فهمتها يا جحا. حقك عليا يا اخويا، سامحني. يقطعني. سامحني يا عم جحا. وادي دندن. نعم يا سيدي المعلمين. انت شكلك يا واد ينفع حرامي. انا خلاص رقيتك من صابع علمه لحرامي قد الدنيا. قدها وقدود يا ريس. وانا فيها نخفيها. خلاص عايزه تبقى ايه يا ابو باشا؟ حراميه ولا عسكر؟ حراميه طبعا. هو في اجدع من حراميه جحا؟ طلع هو اللي بيسرقنا، هو والعسكر منصر، ولممهم حواليه من بدري وملبسهم هدوم ودقون ولا حد داري. وزع اموالنا على الجرابيع. ضربنا على قفانا يا كبير التجار، يا شهبندر التجار. ماغي عرفت ازاي؟ الواد بحلق قصاص شك في واحد فيهم وعارفه، ولما لقاهم طلعوا بربطة المعلم كان يقلب. وبربطة المعلم طلعوا على مخزننا يفتحوها دلوقتي. طبعا ياخدوا يوزعوها الجرابيع والباقي ياخدوا ليهم ويطلعوا الجبل. بينا بسرعة نروح للصحيح.
روح لمين؟ الوالي. جحا ده تعبان وماما قلنا هيخرج منها، لازم نمسك دليل في ايدنا. ما انت هتقول يعني هتقول فين مكان السلطان اللي انت مخبيه انت؟ يا اخوانا الراجل ده مجنون والله. سلطان ايه بس اللي انا هخبيه؟ انا ابن الشيخ حباطه الفقي. افهم بقى الله يخرب بيتك. اخلص يا راجل يا مجنون انت. الراجل ده لازم يتقتل حالا دلوقتي يا مولاي. المخازن مقفولة ومش باين أي حاجة. يمكن أنت ما جوش. البصاص مش كان عندك وقال لك إنهم خرجوا بربطتهم من بدري؟ ايوه هو قال لي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ سرسوب غلة من شوال مخروم. يبقى حصل. يبقى خلاص يلا وراهم، يلا وراهم ورا السرسوب. ابني حته مني، طيب خدوا منها يا ابو احمد. اللي هيقرب مني هقرمه من زوارة رقبته. دي سعرة جمعيتها. على مين؟ ده كلام اونطه هيتكشف حالا دلوقتي. محدش هيقدر يثبت انه مش ابني، ولو تقدروا وروني. خلاص لما يجي الوالي ويحط الولد اللي كان معاكي قصادك خلاص هتتكشف يا شاطر. ولد مين؟ الواد اللي كان معاكي ومسكناه ودلوقتي مرمي هناك زي الكلب. انا ما اعرفش ولاد. قبل ما تروحي هناك وتتبهدلي رد على سؤالي ده ابنك ماشي، مين ابوه؟ سؤال ذكي قوي يا ابو احمد. ايوه صحيح، رد على السؤال. مين ابوه؟ مالكش دعوه بابوه. تكونيش اتجوزتي الوالي من ورا مراته جماره؟ خلاص سيبك منها دلوقتي، النهارده عيون، بكره الصبح ناخدها على قصر الوالي. قصر الوالي؟ بقول لك ايه، احنا مش لازم نستنى، لان لو جوحة جه دلوقتي هيبوظ الحكايه كلها. ايه مش بعيد يعملها، ده ابن حنت اللي انا عايز اعرفه. ابن الجنيه ده وصل يبقى مقدم الدرج ازاي؟ يبقى انا صح، مش لازم نستنى، لانه لو جه هيبوظها ويقل قيمتنا ويهيج علينا الوالي تاني. قومي يا بنت، قومي فزي بلاش ركعه. ايه خلاص صدقتوا ان ابني؟ قولي الكلام ده هناك الوالي لما نوديكي ليه. لا انا مش رايحه للوالي. قومي يا بنت بطلي دلع. يلا هات الواد قومي. اوعى تمد ايدك عليا لا اقطعها لك، انا هقوم لوحدي. ابعد يا مخلوف، يلا يا مخلوف. ايوه بالساعة. مش لسه بدري يا اخي، احنا لسه الفجر. ما كل الناس اتلمت يا مخلوف. الله، احنا هنستنى جحا على باب بيته بدري قبل ما يفلت. والله يا جماعة انا عايز اقول حاجة، انا مش هاين عليا نخطف جحا، الراجل برضو مهما كان صاحبنا. واحنا لسه هنتناقش، هنخطفه يعني هنخطفه وخلاص، احنا اتفقنا على كده. بس عشان خاطر يا جماعه من غير ضرب. والله عندك حق يا نوفل، بيقول لكم افرض عصلك هتعملوا معاه ايه؟ نضربه، لو وصلت للضرب نضربه ما دام لمصلحته. يلا بالغيظه في اللي نهبلنا تملي. ربنا يعمر بيتك يا جحجحتي. هاتوا الحاجه هنا يا ابني. دي بغاشة وبتدعي الجحا. ومين اللي معاه دول؟ وايه اللي انتوا جايبينه ده؟ كويس ان هناك وهنا. يلا يا برقوق فرق فلوس. عليهم بالعند في فضية. الاعياد. يلا يا برقوق فرق فرق. وطي صوتك يا ابو غاشة، الله كده هتكشفينا. ولا محلو واد يا معطل، انت يا بس. انا راح فين ولاد الملاعين دول؟ لكنه خرج ورانا، تبقى واقع طين كده برضه يا ابو شحيبر. يا ابو سعد في ايه خير؟ تعالوا يا حبايبي، حبايبكم هنا اهو. انا قلت كده يا صاحبي، مش ممكن جحا يبيع اهله حتى لو كان بكرسي السلطان. طب افهم بس في ايه؟ ده تهجم على دار الشرطه يا حوش. يوه ما خلاص بقى يا جحجحتي، هتخبي عليهم لحد امتى؟ ما الكل عارف كل حاجه خلاص. يا شيخ المنصر يا كبير، الكل عرف وضحكت عليهم يا جحا. والله بحلى يا جحا تودوني في داهيه. طول ما احنا معاك ولا يهمك. لا يهمني يا ابو غاشة، عشان لو اتكشفت محدش منهم هيعمل حاجه، هيقعدوا يتفرجوا زي كل مره. يعني احنا كده غلطنا يا صاحبي؟ الله، من فرحتهم بيك يا جحا. من فرحتهم يا اختي ولا من هبلك؟ يلا يلا لموا روحكم على بيتكم، يلا. هتنحوا لي؟ يلا يا اخويا بيتك بيتك، يلا. جناب الوالي عايزك دلوقتي يا مد. دلوقتي ايه يا ابني؟ ده احنا الفجر. جنابه صح القصر كله مستنيك حالا.
بركتكم حلت يا حبايب. ابني يا ناس، اقول مش ابني؟ يا بنتي ارحمي نفسك واتكلمي وقري. احسن عليا النعمه هجيب لك القزعه هنا وانت ما تعرفيهوش. ده مجنون هيقطعك حتت ويشرب من دمك. انت يا بنت الواد ده ابنك؟ حد يتوه عن ضناه يا جنابه، حرام عليك كده. طب ايه رايك بقى ان انا هقول للسلطان انك كنت بتشتغلي عند الولي الهربان وعارفه مكانه، هيطلع عليكي هنا ويطلع جنانه كله. هي بليه؟ حرام عليك، ده ابوه مات وسابهولي، انا مالي بيكوا بس. انا اقول لك، ما هو انت لو قلت ان الواد ده ابن الوالي هننشر في البلد كلها ان احنا جبنا ابن الوالي، وساعتها بقى يا سيدي انا الوالي هيجي على ملا وشه عشان يشوف ضناه يا ولدان. ولما الوالي يجي على ملا وشه هيقول لنا على مكان السلطان. وانا مالي بقى بده كله؟ يا بني ادم هتاخدي مكافأة. حرام عليكوا، ده ابني ضنايا يا ناس. قمر ايه ده؟ شفت مولاي؟ ده ندى اسمها القمر، عارفها. انا معرفوش. ايه ده؟ وانا كمان معرفهاش. ايه ده؟ لا انت لسه قايل بعضمة لسانك يا قمر، ندهت اسمها. المقدم جحا وصل يا مولاي. كفرنا الشر يا مولاي. خير خير، اللهم اجعله خير. ايه ده؟ مقدم انت فين يا حبيبي؟ انا في مصيبه. انا نفسي افهم انت بتعمل ايه بالظبط. طب بالراحه بقى عشان القط نفسي بس، وهفهمك على كل حاجه. تفهمني على كل حاجه؟ مش لما تفهم انت الاول؟ ما انا فاهم. ابدا، انت نايم على ودانك، نايم على ودانك وسايبني قاعد قدام 2 عيال زي دول مغلبيني مش عايزين ينطقوا ولا يتكلموا. هم ما نطقوش ولازم ينطقوا. انت عايزني انطقهم بايه بالظبط؟ البت دي هي اللي خطفت ابن الوالي. لا. والواد دي هو اللي هرب معاها. لا. انا ماليش دعوه، انا عايزهم يعترفوا بس. تاخدهم معاك دلوقتي دار الشرطه وتستخدم معهم اشنع انواع التعذيب لغايه ما يعترفوا، ان شاء الله حتى يموتوا في ايدك. ان شاء الله حتى يموتوا في ايدك يا نبي. وبقول لك ايه؟ نعم. انا عايزك تجهزهم لي قبل ما السلطان يطلع لي هنا ويتنطط، تجيبهم جاهزين ومعترفين. مش عايز حد هنا، انا عندي شغل جامد. يلا. ايوه بس هو من كلامه ان احنا نستنى جنب منك، يعني يمكن تحتاج. يمكن ايه؟ من شطارتكم؟ عيل زي ده وبنت زي المفروسه دي مش هقدر عليهم. بره. ما احنا عايزين نحكي لك يا مقدم عشان نقصر عليك الطريق من غير ما يلوعوا فيك. بره يا عسكري عره. يلا خدوا الباب وراك. يا دماغي. ابليس مين اللي رتبها بالشكل ده يا جحا؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت بقيت كبير العسكر بجد يا جحا. شفت يا قمر؟ شفتي ربنا بيرتبها من عنده ازاي؟ ده هو اللي سلط الناس يمسكونا. لا مش ناقصك انا يا بنت مستكه. ايه ده؟ انت اللي خليتهم يمسكونا؟ ايوه انا اللي خليتهم يمسكونا يا ناصح. اعترف يا مقدم. بره يا كلب. نجيب لك عدة التعذيب من الزنزانة. ايه عدة التعذيب؟ انا هاكلهم بايديا واسناني وهاكلك انت كمان لو جيت هنا. بره. هم دول اللي جابوكم؟ تبيننا ظلمناه بجد يا شحيبر. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب في المصيبه دي؟ لا ما فيش مصيبه ولا حاجه، اذا كان السلطان نفسه ما عرفش ياخد مني كلمه واحده. انت قابلت السلطان القزع كمان؟ ما شاء الله، جيت وجبت الخير كله لاهلك يا شحيبر. هرجت تيتي القزع ابن المجنونه. لا وايه ما كفهوش الكرباج، نزل فيا عض كده. المره دي يا حبيبي هيذبحك قصادي لو ما رجعتش بالحل، والحل عندك يا قمر. قصده ايه بقى يا شحيبر؟ اروح اجيب عدة التعذيب وهتقروا ولا كأني اعرفكم. اروح اجيبها؟ لا ده ممكن يعملها، ده ابويا وانا عارفه. يعملها ازاي بس وانت ابن يا حمار؟ ولا حاجه. قول لها ساعدني، قول لها يا ابن عنابه. عنابه
اللي صحيح امي عامله ايه؟ لسه برضك بتناكب فيك بعد ما بقيت مقدم؟ انا مش فاهمك دلوقتي. انت عايز ايه دلوقتي؟ زيك صح الواد ده، غير انه جعان يا اخوي. عايزك تنجديني يا قمر. معلش يا حبيبي، لازم ارجع بالحل قبل السلطان القزع ما يصحى. الحل عندك انت. خلاص قول له معرفتش اقرره. ما ينفعش، هيسلمكم اللي علقكم من رجليكم. ده غير لو عرفوا بقى. عرفوا ايه؟ عرفوا ان بسلامتك تبقى ابني. ده انا ليا الشرف. ولا انا مستحمل غباوتك بقالي 25 سنه، النهارده مش قادر استحمل يا غبي. انت بتشتمه ولا ايه؟ اوعى تشتم شحيبر، شحيبر ده سيد الرجاله. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ انت سمعت؟ سمعت يابا؟ سمعت قمر قالت ايه؟ قالت عليا سيد الرجاله. وانت يا قمر، انت يا قمر قمري ودنياي وحشايا يا حته من قلبي. بصراحه يا شحيبر انا كنت الاول شايفاك اهبل وعبيط، دلوقتي شايفاك راجل وشهم وجدع. يا حبيبتي، يا حبيبتي يا قمرتي، بحبك يا قمر. طب ما احنا بقى نجيب المأذون ونعزم الوالي والسلطان. انتوا عايزين تجننوني. ليه نجننك ليه؟ ده يبقى عين العقل لو عملتها يا جحا. تتجوزي؟ سايق عليك النبي تعملها. والله فكرة. انا موافق يا ولا. موافق عليه. على انكم تتجوزوا وتخرجوا بره البلد على طول. احبك يا ابو شحيبر، بس بشرط. ده بعدك. صبرك بالله يا قمر. هو لسه قال حاجه؟ ايوه عايز يجوزنا وبعدين ياخد الواد يسلمه لسياده. عليك يا جحا. دول وصلوا. شايف منظرهم؟ حد يوصل بالفرس الحمراء البيت المقدم قبل ما تناموا. تحت امرك. هيناموا. وانتوا بس هو لسه ما نامش يا عسكري. ومين؟ المقدم. شوف يا بنت انت، الواد ده ابن الوالي وانا عارف وشحيبر عارف، وهم كلمتين ونخلص. ده بعينهم. انت بقى. قمر يا حبيبتي يعني. لا ده ابني. ما تحبكهاش يا قمر، ابويا في زنقه ما يعلم بيها الا ربنا. بقول لك ايه يا شحيبر، ما تبوظش كل اللي انت عملته وترجع هزق زي الاول تاني. ده ابني يعني ابني. شوف يا قمر، شوف يا حلوه يا جميله يا طيبه يا بنت الناس الطيبين، انت طول عمرك جدع. انا مش عارف بتيجي عندنا وتستندلي ليه. ده هم كلمتين ونخلص. مش هنطقها ولو على جثتي. ده ابني، ابن بطني. لا دي اتجننت. ما هي بتيجي لحد الزعبله وبتتجنن. انا اللي هتجنن. يمين يجيب لي الحمار دلوقتي يدبرني. فينك يا زقزوق؟ انت جيت في جمل. خليهم هم يخرجوني من هنا وانا اروح اجيبه لك واجي وبالمره اطمن على امي. اتنيل اسكت. تمام يا مقدم، لبسنا لبس العسكر اهو. مين؟ قمر وشحيبر ابنك. اسكت مش ناقصاك. نجيب العد يا مقدم. لا روح جيب لبن بسرعه. لبن؟ لبن لمين؟ للمساجين؟ للعيل يا جحش. يلا. للعيل. عجيب. مصيبه برضه. هما مسكوهم، دي واقعه. بقول لك ايه، اجي بسرعه هات زقزوق من الدار، لازم نلاقي حل قبل السلطان ما يصحى. ابوك اتجنن يا شحيب. طب بس اهدى بس وناخد وندي مع بعض في الكلام، جايز نلاقي لها حل. حل ايه يا برقوق؟ لا السلطان القزع ولا وحشمر ولا مقدم الدرج جحا لقى حل، يبقى مفيش غير الحمار. انت بتعمل ايه عندك يا عسكري؟ تعالى يا نبي ازق معايا الحمار الله يخليكي. هو انت يا حرامي؟ انا مش حرامي، انا دلوقتي عسكري، وبعدين المقدم جحا هو اللي بعت ياخد الحمار بذات نفسه. وهو كان بايت فين بسلامته امبارح؟ اوعى تكذب، بات عند مين يا واد؟ يبقى جحا اتجوز عليكي يا هبله. اهو ده اللي كان ناقصه يعملها، ما هو دني. اللي ملوش خير في ابنه ضناه هيبقى له خير فيا؟ ولا سيب الحمار يا واد. امشي انتهي لجحا اشوف عمل ايه الواد شحيبر، ويشوف له بنت قمر يا ولا. لا ما هو قمر وشحيبر في دار الشرطه مسكوهم خلاص. يا خرابي اروح لها. استني تروحي فين انت رخره؟ انا اللي هروح اجرسه. لا انا في عرضكم، محدش يروح، اصل السلطان مستنيه ومحدش يعرف لغايه دلوقتي ان شحيبر ابنه. يا الله كمان رامي الواد في الدرك وما بيقولش ان ابنه متبري منه يعني. بالغزه فيه، عرفيهم يا بت، قولي لهم كلهم وانا معاك اهو، نجرسه لحد ما يرجع الواد والبيت. لا انا هروح للسلطان بذات نفسه،
هو اللي هيجيب لي ابني ولا الحوجة الاب دون زيك يا جحا. ودي بقى اسامي الناس اللي اتوزع عليهم؟ مش كلهم يا جنابه، دي عينة بس. دول اللي قدروا يشوفوهم، لكن هعترفوا قدام جنابك لو جبتهم. وبكده بقى نعرف كمان مين غيرهم. نهبوا خيرنا كأنه خيرهم. خيرهم؟ كل شيء مكتوب في البيان لازم يجيبوه، والغله بالأرداب محسوبه. وزعها عليهم الفول والذره والعدس بالتقله والأرداب يا جنابه، وفرقها عليهم. والقماش تواب تواب. لا مش ممكن سيدي انا واضح انهم شافوه بعينيهم. طب بالمره يا بحبوح بقى تبقى تشقر من المخازن بتاعتي انا كمان. جنابه تسمح لي افكرك بحاجه مهمه، المخازن دي بتاعتنا مش بتاعتك. المفروض سيدي انا ان جحا كان يجيب الحاجات دي على مخازننا احنا، بس الظاهر انه لعب اللعبه دي مع الجرابيع كده. طب هاتولي جحا هنا دلوقتي حالا. اهو كده اهو كده شغل الولاد الصحيح. يسرقني الكلب. انت لسه ما جبتوش لغايه دلوقتي؟ حالا نجيبه سيدي انا. الولا لما تسرقش التمثيلية بقى هو مرتبها معاه عشان يبرزنا او يربينا. هقابله يعني هقابله، يا اما هموت لكم نفسنا. تقابلي مين يا وليه انت؟ ما قالت لك السلطان يا ضناي. ماشي ناس المجانين دول من هنا. احنا مجانين؟ تشكر يا عاقل، انت بس روح قول له مرات جحا عايزه تقابلك. مرات جحا؟ مقدم الدرك يا اخويا. مقدم الدرك اللي بعد له شحبر عشان يفضل مقدم. انت مرات المقدم؟ يلا بلاش جنان، قلت مشوهم من هنا لحبسهم. استنى يا قائد الحاص، استنى يا عسكري منك له. معلش يا ستي اللي ما يعرفك يجارك، انا هدخلك جوه بنفسي، هشيلك فوق دماغي. دخلها فين؟ روح هات انت المقدم بتاعك، الوالي منتظره من بدري. ده الوالي محتاجها اكتر. دي وقعت دي نقطة. اتفضلي عن اذنك يا قائد الحاص، عن اذنك يا وانا يا وانا هتسيبوني كده ولا؟ انا جيت يا وحفور. اهلا وسهلا يا مولاي، اهلا وسهلا. نوم العوافي يا مولاي، نوم العوافي. صحيت وفقت لكم. مولانا السلطان اعزه الله. أعزه الله. مولاي السلطان، تسمح يا مولاي لزوجة المقدم جحا بالمثول بالإيديك لمناقشة أمر هام، ألمح في عيني مولاي السماح والقبول. هل تسمح يا مولاي؟ وهي حرامية زيه. الحقني يا مولانا، الحقني يا مولانا، انجدني يا مولانا السلطان، انجدني. جحا جوزي قلبه بقى حجر وانا قلبي على ابن انفطر. انت سلطان كبير وقلبك كبير وعندك عيال. انت بتقولي ايه انت؟ اتنيل انت، اجري العب في جنينة القصر، روح. مولانا هتودينا في 60 داهية يا ولية. ده السلطان. السلطان يا ست السودة، يا ليلتي اللي بقت شبهه. مولانا حقك عليا، سامحني، ربنا ينفخ في صورتك يا رب. جحا جوزي حبس شحيبر ابنه عشان لقوى يا قمر. ما انا قمر. انت قمر واحد، انت قفة قمرات في بعض. انا بتكلم على الواد الصغير، الواد اللي كنتوا بتدوروا عليه، ابن الوالي. ايوه يا مولاي، الولد اللي سرق ابن الوالي مع البنت طلع ابن المقدم جحا نفسه. جحا تاني. مولاي ايه يا سمك وايه يا يمك؟ انا بعتكم تتفسحوا ولا تتعينوا من الجبله ده؟ لا، خدوا حرس من القصر وروحوا اقبضوا لي على المقدم اللي اسمه، هو اسمه ايه؟ جحا يا مولاي. اسمح لي يا مولاي اني اروح انا بدلهم، وانا اوعدك ان انا هجرجره لغايه هنا وارميه تحت رجليك. قل لي يا
ده كل ده قرع اسطنبولي وحنوصل للحل الكلي. ما هو جحا أستاذ حل الألغاز، سايق الشيطانة على الهبلولي. يا جحا يا مصري العب يا قراي، قطع في الظلمة في الهوا بعصرهم، طلي يا دنيا على جحا طلي. الناس جنسين مقاسين ناسين، ناس سمحين وصاد سالكين، أولاد سامجين تقلا غلسين، بينهم بعض قبل سموالسين. وجحا فراق ده وده مخ كبير وده مخ كبير وده مناكلي. يا جحا يا مصري واللي قعدوا وهزر بس اما غباهم يهنونا بطردهم. طلي يا دنيا على جحا طلي، طلي يا دنيا على جحا طلي. لما تعوزي قولي يا حلولي، ده كل قرع اسطنبولي وحنوصل للحل الكلي. جحا وحمار قايسين تقسيم أحوال الدنيا ومقايسين، وفي أي فساد ساب تصميم، سوى بالتسفيه سوى بالتلزيم. زي النزناز إنجاز إعجاز، تنكيد تفكيد كل الكل. يا جحا يا مصري علشان الأحوال الناس الخايفة والدنيا القاسية. طلي يا دنيا على جحا طلي. دعما لثقافة الإنترنت ولفترة محدودة DSL بخصم 15% بفروع شركة صوت القاهرة، فرع روكسي، البورصة، الجيزة، المنصورة، المنيا، الإسكندرية، صفية زغلول.